العالم ده كله فيه 196 دوله تقريبا، على الشكل ما بنهزرش. لو ركزت على الاعلام بتاعتهم مش هتلاقي ولا علم فيهم فيه لون بنفسجي. تعالى بقى اقول لك ليه. تعالى ورايا. لحد سنه 1800 ميلاديا كان اللون البنفسجي ده نادر جدا وغالي قوي، لدرجه انه كان اغلى من الذهب. واللون ده كان مرتبط دايما بالغنى والقوه، ومحدش كان بيلبسه غير طبقه معينه من الشعب، لدرجه ان الملكه اليزابيث حرمت على الشعب انه يلبس اللون ده الا طبعا العيله المالكه بتاعتها. وكل ده كان بسبب الصبغه اللي كانوا بيستخدموها علشان يعملوه، كانت غاليه جدا وبتيجي من تجار معينين. التجار دول موجودين في مدينه صور في جنوب لبنان. كانوا بيجيبوها منين يعني؟ كانوا بيستخرجوها منين بقى؟ قواقع بحريه صغيره، ودي مش موجوده في اي مكان تاني في العالم. غير طبعا ان القصه دي كلها محتاجه مجهود كبير قوي. عشان ياخدوا جرام واحد بس من الصبغه بيحتاجوا 10000 قوقعه. يا نهار ابيض يا ابو القواقيع. لدرجه بقى ان في امبراطور روماني ما رضاش يخلي مراته تشتري هدوم باللون ده، قال لها بقى نجيب دهب احسن ونامن بيه مستقبل عالي حياتي. المهم بقى ان في 1856 قدر العالم كله يستخدم اللون الملكي ده بسبب غلطه واحده عملها الله يجازيه كل خير الكيميائي ويليام هنري. كان بيحاول يصنع علاج للملاريا، عمل مركب قلب على بنفسجي، فخد عليه براءه اختراع وبقى غني جدا بسبب الغلطه دي. فانا بقى عايزه اقول لك انك ما تيأسش وان طريقك بقى مش مسدود يا بلدي زي ما العندليب قال. على فكره ولا دوله من دول قدرت تغير، ولا دوله رضيت تغير لون علمها ويحطوا فيه اللون البنفسجي، وقالت لك الهويه يا حبيبي. خلصنا البنفسجي.